لما السيدة مريم أوشكت على وضع مولودها سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وهي التي لم يمسسها بشر، قالت رسالة وفقها القرآن الكريم عشان تفضل خالدة للأبد. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. صدق الله العظيم. كانت تخبر النساء إن أغلى ما تملك المرأة هو الشرف والحياء والخجل. ولما نشوف سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم إنه ارتضى يخدم سيدنا شعيب من 8 إلى 10 سنوات كاملة، وتكون الخدمة دي هي مهر بنت سيدنا شعيب، هنا الفضول لازم ياخدنا لمعرفة ما الذي رآه سيدنا موسى من ابنة سيدنا شعيب عشان يضيع من عمره 8 سنوات أو 10 سنوات عشان يتجوزها. هنا تظهر الإجابة واضحة في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. صدق الله العظيم. لم نجد وصفا في القرآن يصف جمالها ولا طولها ولا لون شعرها، فقط تمشي على استحياء. لو بصينا بقى على المناظر اللي بتظهر لنا على وسائل التواصل الاجتماعي وفيديوهات الفيسبوك والتيك توك وغيرها، والشباب اللي عايز يطلع ترند وينزل لك فيديوهات فيها لقطات بصراحة مش ظريفة نهائي، سواء كان مشارك معاهم الفيديو أو حتى عامل نفسه بينتقدهم. للأمانة الناس مش متخيلة إنه مهما طال عمرهم في النهاية كلنا سنرحل ونسيب ورانا عداد بيعد علينا، وساعتها مش هيكون في إيدينا نرجع ونغير أي شيء. ياريت من دلوقتي كل واحد يحاول يظبط العداد الخاص بيه ويظبطه على قد ما يقدر على اتجاه الخير اللي بيه يكون الواحد مطمن وهو ماشي من الدنيا دي والناس تفتكره بالخير. إذا عجبك الكلام ابدأ بنفسك وشاركه بنية إنه يكون في ميزان حسناتك. عداد خير.